سر طاقية الإخفاء. مشهد توفيق الدين وهو لابس طاقية الإخفاء مختفي، بيشرب مية وبيتفها، بس بيبان الحاجة اللي شايلة الكوباية في الهواء، وبيبان كمان إن في حاجز على الشمال مخبي الشخص اللي هيتف المية في الآخر. رايا وسكينة، العركة اللي ما بين فريد شوقي وأنور وجدي، بيبان الدبلرين اللي بيعملوا بدلهم العركة. جواز في السر. في المشهد ده أخوها في لقطة بيبقى وراها، وفي اللقطة اللي وراها على طول بيبقى وراها هي. ليه؟ باقي عليا؟ شاريني؟ كدابين الزفة. في آخر الفيلم البوليس بيمسك الراجل الشرير، بيبان المايك في المراية اللي متعلقة على الحيطة. رايا وسكينة، أنور وجدي فريد شوقي هما بيتخانقوا، كانوا البوليس بيكسر عليهم الباب، بيبان إن الحيطة كلها بلاكاش. وهنا برضو من جوه الأوضة كلها بتتهز لأنها بلاكاش. الأنسة مامي، واللي بعت لي الخطأ ده ياسمين عبد العزيز في صورة الفرح، بيبقى تسريحة شعرها مختلفة والفستان نفسه مختلف عن اللي ظهر في الفرح. فارس المدينة. في أول الفيلم لما محمود حميدة بيخبط حسن حسني بالعربية والناس بتتلم، بيبان عليهم خيال الكامل. حرب كرموز دي بتبقى السلسلة بتاعت الضابط، واللي هم المفروض في الأربعينات. في الأربعينات ما كانش ده شكل السلسلة بتاعت الجيش، كان بيبقى منظرها عامل كده. صباح الخير يا زوجتي العزيزة. الطفل اللي بيخلفوه كل مشهد بيبقى طفل مختلف. هنا مثلا الطفل اللي في المستشفى. يلا بقى يا هنوم احسن ميعاد بابا قرب. السادة الرجال، المفروض ان فوزية اتحولت راجل وبقت فوزي، وطبعا جسمها بقى جسم راجل، بس بيبان في الكادر الحاجة اللي هي مخبية صدرها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو دي أول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.